ذكر إله العرش سرا ومعلنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر. هذه تكبيرة العيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يكبرون في ليلة العيد، ويكبرون في صبيحة يوم العيد، ويكبرون في صلاة العيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الركعة الأولى 7، ويكبر في الركعة الثانية 5، عدا تكبيرة الإحرام وعدا تكبيرة الانتقال. وكان من هدي أصحابه أنهم يكبرون في ممشاهم إلى العيد وفي ليلة العيد وفي مصلى العيد حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير أحبتي في الله لون من ألوان المعرفة بالله، لون من ألوان الثناء على الله. إذا خفت عدوا فتذكر أن الله أكبر، إذا نظرت إلى السماء فتذكر أن الله أكبر، إذا سرت في الصحراء فاعلم أن الله أكبر، إذا علوت على جبل أو صعدت على سطح عال فاعلم أن الله أعلى وأجل. الله أكبر من كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا شرع لنا التكبير في الصلاة، في كل تكبيرة الاستفتاح، تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن نقول الله أكبر. وشرع لنا أيضا التكبير في الآذان، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الآذان. والتكبير في الإقامة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخر الإقامة. هذا التكبير الذي نراه دائما يعبر عن الفرح، يعبر عن النصر. كان الصحابة في زمن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلنون البشرى بالتكبير. كانوا إذا صعدوا شرفا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الفاتح إلى ساحة خيبر، وخرج الفلاحون في الصباح الباكر يحملون الفؤوس والأمتعة إلى المزارع، وجدوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا مسرعين وأغلقوا أبواب الحصون وجعلوا يقولون محمد والخميس، محمد جاء والجيش معه. عندها أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم مدوية، الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ويخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن التكبير والتهليل سلاح الفاتحين في آخر الزمان، كما في حديث مسلم: تعلمون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. وكأني بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مدينة ساحلية عظيمة كبيرة. قال: فإنه لن تقوم الساعة حتى يفتحها المؤمنون، لا يضربون بسيف ولا يرمون بسهم
ولكنهم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ويقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ويقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح لهم. إنه وعد الله بالنصر، إنه وعد الله بالبشرى. وفي الحج ما شرعت المناسك إلا لإقامة ذكر الله، إلا للتكبير، ولهذا يكبر الحجيج مع التلبية، يلبون ويكبرون، يكبرون عند رمي الجمرات، ويهللون على الصفا والمروة، وفي كل منسك من مناسك الحج يذكرون اسم الله تبارك وتعالى مسبحين حامدين مهللين مكبرين. وفي كل الأحوال، في كل الأحوال نرى التكبير شعارا للفرح بالشهادة. في غزوة بئر معونة، الغزوة التي اغتيل فيها بعض خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد خرجوا لدعوة قبائل من العرب في وسط الجزيرة العربية للإسلام فغدروا بهم. وقف قائد السرية يدعو الناس إلى الإسلام، يعلمهم الإسلام، فأومأ صاحب هذه القبيلة أو سيد هذه القبيلة لرجل من خلفه، فجاء فضربه بالحربة من الخلف، فاخترقت الحربة ظهره وبطنه، وخرجت نافورة الدم، فأمسك بالدم ونظر إليه وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ومن هنا كان التكبير شعار العيد، وكان التكبير شعار النصر، وكان التكبير شعار الصلاة، وكان التكبير شعار النداء للصلاة، وكان التكبير في كل حال. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد انتهت حلقات بستان الذاكرين، ولم نتعرض لقطوف الثمار ولا لقطوف الأزهار، ولعل أن يوفق المولى تبارك وتعالى فيكون لنا مع كل زهرة قطفا ومع كل ثمرة قطفا. لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أن نقف على الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شرعنا في أن نأخذ مقتطفا من حياة المسلم حين ينام أو حين يستيقظ، وأنا أبدأ معه حين ينام. ينام على ذكر الله، ينام المؤمن على ذكر الله، أذكار النوم وأدعية النوم. فإذا ما استيقظ يستيقظ على ذكر الله، أذكار وأدعية الاستيقاظ. فإذا ما تقلب في فراشه في أثناء نومه ذكر الله، أذكار القلق والتقلب بالليل. فإذا ما قام إلى قضاء حاجته أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء. فإذا ما قام ليتوضأ أذكار الوضوء. فإذا ما قام ليصلي أذكار الصلاة من التكبير ودعاء الاستفتاح إلى الختام والتسليم، ثم أذكار بعد الصلاة. فإذا ما لبس ثوبه يذكر الله عند لبس الثوب، وإذا لبس ثوبا جديدا يذكر الله ويدعو ويدعى له. فإذا ما خرج من بيته خرج على اسم الله ليقول له الملك هديت ووقيت وكفيت. فإذا ما عاد إلى بيته دخل على اسم الله وعلى ذكر الله. فإذا ما دخل مسجده دخل على اسم الله. فإذا ما جلس في المسجد جلس في ذكر وصلاة. وإذا ما خرج على اسم الله يذكر الله ويسبح الله. فإذا ما دخل سوقه ذكر الله، وإذا ما دخل متجره ذكر الله. فإذا أصابه هم أو حزن أو كرب ذكر أذكار الهم والحزن والكرب. إذا أصابه دين
ذكر الله بأذكار سداد الدين. إذا خاف عدوا ذكر الله بالذكر الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خاف الواحد منا عدوا أو خاف الظالم، فإذا وسوس له الشيطان استعاذ بالله وذكر بالأذكار التي تطرد الشيطان. فإذا هبت الريح ذكر الله، إذا سمع صوت الرعد ذكر الله، إذا خرج لصلاة الاستسقاء وأصابه القحط ذكر الله، إذا نزل المطر ذكر الله، وإذا جاء المرض ذكر الله، إذا رأى هلال رمضان وهلال شوال ذكر الله، إذا أفطر الصائم ذكر الله، إذا أكل ذكر عند الأكل وذكر بعد الأكل، إذا عطس ذكر الله، إذا تزوج يذكر الله، إذا رأى مبتلا ذكر الله، إذا جلس في مجلس ذكر كفارة المجلس، إذا ركب سيارته أو ركب دابته، وإذا سافر ذكر الله، إذا دخل بلدة ذكر الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمع صوت الديك أو صوت الكلب أو نهيق الحمار ذكر الله، إذا زكاه الناس ذكر الله. المؤمن دائما أبدا له في كل بستان زهرة ومن كل قطف ثمرة. ونحن لم نقف على هذه الثمرات تفصيلا، ولم نقف على هذه الأزهار تفصيلا، لكن وقفنا على حولها، على ما فيها من الفقه وما فيها من المعاني. ومن أراد أن يقف على هذه الأذكار فليقرأ كتاب حصن المسلم، كتاب صغير فيه هذه الأذكار والدعوات، أو